مليانه تماما، وبقول لك ايه، ادخل شوف. اهدى مكان في العالم في مصر. احنا دخل هندسة بالغصب وادخل شوف. كلمة السر في فيديوهاته وحبه للأكل خلاه أشهر فود بلوجر في مصر. حكاية حميدة صاحب مطعم سماش برجر واللي الشباب كلها بتحب تاكل عنده وتتصور معاه. إزاي حميدة بقى بلوجر؟ وإيه سبب شهرته؟ وإيه اللي خلاه دخل مجال الطبخ؟ وهل ساب الهندسة ولا مكمل فيها؟ كل ده وأكتر في الفيديو ده. ادخل شوف كلمة سر فيديوهاته واللي اتشهر بيها بين الفود بلوجر، واشتغل في الهندسة 4 سنين بس ما قدرش ومشي ورا شغفه وحبه للأكل. حميدة من أكتر الفود بلوجرز اللي اشتغلوا على نفسهم وحققوا حلمهم لحد ما وصل للي هو عايزه بالإرادة والمجهود. من صغره بيحب الأكل وبيحب يعلق على كل صغيرة وكبيرة في الأكل، وده فتح المجال انه يكون من المشاهير على السوشيال ميديا. وحتى اكل مامته كان الكل ياكل ويقول حلو، إلا هو كان لازم يعلق على حاجات معينة في الأكل عشان تظبطها ليه ويقول الناقص واللي محتاجاه الأكلة. لدرجة إن أصحابه كانوا بيكلموه يسألوه لو عايزين ياكلوا سمك مثلا إيه أحلى مكان ممكن يروحوا ليه، ولو عايزين مشاوي برضه كان يقول لهم، وحتى الأكل الغربي. حميدة اشتغل على نفسه ودخل وأخد كورسات في الطبخ والأكل لحد ما اتخرج من أشهر منظمة دولية في الطبخ وبقى شيف. وفكرة صانع المحتوى جات ليه وهو في البيت قاعد مع صاحبه مصطفى وقال له عايز اصور وانزل فيديوهات. قال له طب يلا بينا. وفعلا بدأوا ينزلوا فيديوهات 30 ثانية لأكلة كاملة على التيك توك. وفي الأول كانت أكلات دايت بس ما جابتش نتيجة معاه، وبعدها عمل أكلات مش دايت زي كريسبي هوت دوج والسماش برجر وغيرها من الأكلات اللي كانت بتجذب الناس. واحدة واحدة كبرت الصفحة بتاعته، وكان الفيديو في الأول بيجيب 500 فيو، بعدين بقت 15,000 وبعدين بقى 50,000 لحد ما بقت تجيب ملايين. وبعدها بدأ ينزل يصور أكلات في مطاعم والإعلانات بدأت تيجي على البيج بتاعته وينزل صور. حميدة ما سابش شغله في الهندسة زي غيره من البلوجرز، بالعكس هو واخد ده جنب ده. وبرضه مصطفى المصور بتاعه ماشي في دراسته والدنيا تمام، وقدر يحقق مكاسب من الفيديوهات سواء على الفيسبوك والانستجرام لحد ما قدر يعمل المطعم بتاعه وهو حلم حياته وسماه سماش برجر، وليه فرعين، واحد في شيراتون وواحد في مدينة نصر. غالبية متابعين حميدة شباب وبيحبوه جدا لأن المحتوى بتاعه بيدخل قلبهم، خاصة وإنه مش بيحلل الأكل زي أي شخص، لا بيحلله بفن وبتكنيك طبخ وأي شيف يعرف الوصفة بتاعته. واحلى حاجة في فيديوهات حميدة الصراحة في رأيه في الأكل، وما بيظلمش حد، ولازم قبل ما يخلص فيديوهاته يقول اقفل يا مصطفى. حميدة بيحاول يشجع كمان عربيات الأكل الصغيرة لدرجة قال هعمل سلسلة فيديوهات عنها، بس لو وحشة مش هعلن عنها خالص، ولو حلوة هعلن عنها علشان ما نظلمش حد. وقال كمان ان الناس دي تستحق الدعم ولو بحاجة بسيطة زي انه يجربها ويحاول يزود الزباين بتاعتهم. شاركونا وقول لنا لو انت من متابعين حميدة بتحب رأيه في الأكل ولا لأ، وهل جربت أكلة عمل عليها تقييم وما عجبتكش ولا لأ.